السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل بقى تاني فيديو لتفريزات رمضان، وهنكمل برضو الفيديو كمان خضار. عملنا النهاردة قلقاس، خزينا القلقاس وخزينا الطماطم. هنا كنت غسلتها يا جماعة وحطيت عليها كده كام بنجراية كانوا عندي في الفريزر، وسبتهم يغلوا على النار. يعني مش لازم اغسل الطماطم معاكم، فانا غسلتها ورا الفيديو وقطعتها نصين وحطيت عليها كام بنجرايه وحطيتها على النار عقبال ما نخلص بقى تفريز الخضار وتنظيفه. هنا بقى معايا كده كميه حلوه من القلقاس، ومعايا كمان السلق. بصوا السلق شكله جميل ازاي، بلدي، تحس كده ان هو جرجير. وكمان فرزنا كم شويه بانيه ودبابيس وشاورما زي ما عملنا المره اللي فاتت بنفس التتبيله. مفيش اي حاجه متغيره، نفس التتبيله بس زودنا دبابيس كل مره. المره اللي فاتت كانت بانيه وشاورما وشيش ووراك، المره دي بانيه وشاورما وشيش ودبابيس. نفس الطريقه يا جماعه، ارجعوا الفيديو تاني وتعرفوا طريقه التتبيله. هنا بقى معايا سبانخ. كنت في الفيديو اللي فات قلت لكم في الفيديو الجاي هعرفكم طريقه تخزين السبانخ. هنا بقى بصوا انا هنا برضو مقطعه سبانخ ورا الكاميرا، وكنت غسلاها كويس وحاطه معاها الخضره بتاعتها الكزبره. وحطيت دلوقتي اللي انتوا شفتوه ده ملح ليمون، نص معلقه ملح ليمون بالصغيره، وهنسيبها على البخار كده براحتها. هنا بقى كمان معانا البسله، دي حله فيها ميه ابتدت تنمل من الجناب كده، يعني ما تغليش، تنمل بس. حطينا فيها معلقتين سكر كبار ونزلنا بالبسله بتاعتنا. طبعا البسله عشان اوفر وقت الفيديو، البسله دي انا كنت جايبه حوالي يعني 5 كيلو، وبعدين جبت 2 كيلو يبقى 7 كيلو. 7 كيلو من البسله فصصتهم برضو ورا الفيديو، من برا الفيديو خالص، وقلت اوريها لكم. بصوا بقى البسله حطيتها يوم، باتت ليله في التلاجة، في درج التلاجة يوم، زرعت. بصوا دي بسله دي برضو مش بايظه. دي في بسله كده يا جماعه، بعض البسله بتبقى فيها زي حسنه كده، هي مش بتبقى بايظه خالص. طبعا الحله هنا ما كفتش البسله على الجزر، واحنا كل سنه بنخزن البسله على الجزر في حله واحده. فطبعا لزحمه المطبخ النهارده عملت الاتنين كل واحد في حاجه. البسله مش هنسيبها تغلي، البسله اول ما الميه نملت من الجناب حطينا فيها السكر ونزلنا بالبسله، هنسيبها 5 دقايق وهنطلعها من على النار خالص، هنصفيها. نفس الشيء الجزر، اول ما الميه تنمل من الجناب هننزل بالجزر. الميه طبعا اول ما بتنزلي فيها بالخضار الميه درجه حرارتها بتوطى، فبنستنى لما ترجع تنمل تاني من الجناب، وبعد كده بنطلع الخضار منها ونصفيه. هنا بقى البسله كانت ابتدت نملت اهي، هنبتدي بقى نصفيها. هنا صفيتها، والجزر نفس الشيء. ودول مش بنحطهم في ميه ساقعه بعد ما نصفيهم على طول زي الباميه، دول عادي خالص مش هيفقدوا لونهم عشان احنا حاطين سكر في الميه. بالنسبه للجزر انا حطيت له برضو معلقتين سكر في الميه. هنا هنعبي البسله بتاعتنا. بصوا بقى الكميه اللي انت عايزاها، انا عامله الكيس حوالي نص واكتر كمان من النص، يعني على قد استهلاكنا. بصوا حطيت طبعا بما ان الجزر لوحده والبسله لوحدها مش متقلبين على بعض، فحطيت كميه البسله المناسبه ليا، وحطيت كمان كميه الجزر المناسبه للبسله. تمام، ببتدي بقى ان انا اعبي كده. بصوا يعني بحط الكميه المناسبه لي، انا حطيت يعني زي ما انتم شايفين كده مكيالين، وحطيت عليهم برضو مكيال واحد جزر. وابتدي ان انا اربط الكيس وهو شايفين شكله كده. هخزن بقى او هكيس كل الكميه وهرجع لكم. هنا كنت كملتها كلها اهي، عملت معايا حوالي 13 كيس. دول تقريبا 10 وانا طبخت 2. شكلها عجبني قوي كده يا جماعه، وهي فريش كده رحت طبخها. هنا كانت الطماطم خلاص استوت على النار، وبصوا بقى الميه اللي طالعه منها، شايفين لون الميه؟ الميه دي هنتخلص منها، مش هنخليها خالص قبل ما نضرب الطماطم ونصفيها. هنتخلص من الميه دي. الميه دي يا جماعه املاح وحموضه. تمام، بنصفي الميه تماما وبنرجع نضرب الطماطم كده بقى في الخلاط او بالهاند بلندر. مفيش مشكله، هتتضرب لانها كده كده استوت وطريت، بس لازم تتخلصي من الميه دي. السبانخ يا جماعه السنه اللي فاتت كنا مخزنينها بمعلقتين سكر وحطيناها على البخار برضو عشان ما تفقدش لونها. السنه دي هنعمل بملح الليمون، عشان تعرفوا ان ملح الليمون والسكر واحد، نفس النتيجة. هنا بقى كنت ضربت الطماطم وصفيتها، وشايفين لونها بقى
لونها تحفة ازاي. طبعا خدت لون البنجر، بصوا شايفين، بصوا وشايفين قوامها كمان صلصة من غير نشا ولا كل الحاجات اللي بتتحط. هنا برضو جبت اكياس، وطبعا الكياس اوفر بكتير من العلب وكمان ما بتاخدش مكان في الفريزر. هنا بقى كنت جبت الاكياس وحطيت برضو الكمية المناسبة لكيلو الخضار. يعني انا بالنسبة لي حطيت مغرفتين ونص اهو، مش شايفين، مغرفتين ونص ده يكفي لكيلو من الخضار. كيلو كوسة بقى، كيلو بسلة، كيلو فاصوليا، كيلو سبانخ، زي ما تيجي. لون حلو في نفس الوقت طعم حلو وكمان فايدة. البنجر انتوا عارفين فوائده، وطبعا هيديني لون حلو قوي في الطماطم. هنا بقى نيجي للقلقاس، وده طبعا ما كانش ينفع اقشره من غير ما تشوفوه عشان تعرفوا انا بقشره ازاي. انا كنت برضو السنه اللي فاتت قشرت معاكم بالقشره البطاطس وكانت نفس القشره. بقشر القلقاس زي ما انتم شايفين كده، بحط صينيه او قطاعه خضار اللي هي الفلانشا، وايه بسند عليها بقى القلقاسيه كده، عشان طبعا القلقاس ده ايه بيقعد كده يجري مني كده ايه وانا بقطعه. فبمسك بقى القلقاسيه كده، وقفت ان انا اقشرها. طبعا اللي مبيعرفش يقشر القلقاس بالسكينه وبيتعور منه، القلقاس ده بالنسبه لي زي قرع العسل، رخم. فبوريكم بقى بيتقشر ازاي. بيتقشر كده اهو زي ما انتم شايفين بقشرة البطاطس، اسهل بكتير من السكينه خالص. بعد ما بنقشرها بقى، بصوا بقى، بصوا بنركن بقى ايه القشر ده كده على جنب كل شويه، على اساس ان القشر ده بيبقى فيه طينه، فكل ما بقشر حبه بركنهم على جنب كده بايديا. بعد كده بعد ما بنضفها خالص، بصوا بقى، بصوا بقى عامله ازاي، بصوا لمبة نجفة بقت منورة. بقطع بقى ايه القمع ده، بشيل بقى الحتت اللي هي ما جاتش في القشارة. بتبقى فيه ثقوب كمان كده، ثقوب في الاخرام في القلقاسة، بشيلها برضو عشان ايه لربما يكون فيها حاجة. بس هو عامة القلقاس يعني بيبقى نضيف، بس برضو للاطمئنان. هنا كنت قشرت كل كمية القلقاس اللي معايا. بصوا انتوا شايفين القلقاسة قد ايه، انتوا فاكرين انها صغيرة لكن القلقاسة معدية كيلو. التمن قلقاسات دول اكتر من 8 كيلو، لانه انتوا عارفين القلقاسة بتبقى شكلها صغير بس بتبقى تقيلة ومحملة. تمام. بصوا بقى جبنا بقى فوطة، دي اهم مرحلة. انا ما بغسلش القلقاس زي كل سنة، بفرزه معاكم بنفس الطريقة. ما بغسلش القلقاس خالص، لان الغسيل بيخلي الفايدة بتاعته تطلع منه، اللي هي المزلقة اللي بتبقى في القلقاس دي، ده الفيتامين بتاعه. انا اغسله بمية دافية الفيتامين هيروح وفايدته هتروح، اغسله بمية ساقعة هيسمر، هيغمق مني. فدي اسهل طريقة للقلقاس، وهي دي الطريقة الصحيحة لتخزين القلقاس. بجيب فوطة وببتدي بقى ان انا ايه انضف بقى القلقاس كده، لو فيه رواسب في طينة من التقشير الكلام ده. الفوطة اتوسخت بغيرها، بجيب فوطة تانية وابتدي برضو ان انا انضف فيه لغاية ما الاقي الفوطة وانا بمسح كده القلقاس ما تطلعش معايا اي رواسب. هنا بقى كنت جبت القلقاس كده وابتدي ان انا اجيب ايه السكينة، وابتدي ان انا اقطعه بالطريقة دي زي ما انتم شايفين. دي برضو اسهل طريقة. اقسم القلقاسية 2 نصين، بعد كده اقطعها كده زي شرايح او الهلال، بعد كده ارجع اقطعهم تاني صوابع، بعد كده مكعبات. دي اسهل طريقة. طبعا انا هنا كنت تعبت بقى من وقفة المطبخ وانا بعمل السبانخ والبسلة والطماطم، فجبت بقى القلقاس رحت حاطاه كده على الترابيزة وفرشة تحتيه فوطة في الصالة، وقعدت بقى اتسلى فيه وانا قاعدة على كنبة الانتريه. تمام. بصوا بقى بفككه من بعضه ازاي، سهل جدا. وزي ما قلت لكم القلقاس ما بيحتاجش اي طريقه للتخزين، دي انسب طريقه ودي انجح طريقه معاكم، يا ريت تجربوها. بس بقى انا كنت بحاول هنا ان انا ايه احط كل اللي هم مقاس واحد فوق بعض على اساس ان انا اقطعهم تقطيعه واحده، بس مش مشكله. ايه بقطعهم كده بالطريقه دي. هي بقطع الولاسه نص الاول، نصين، بعد كده شرايح هلال، بعد كده بقطعها زي الصوابع، بعد كده بديها بقى مكعبات كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى شكل المكعبات هيطلع ازاي، لوحة. شايفين مكعبات احلى من مكعبات الاكياس. هنا بقى كنت غاسله السلق زي ما اللي انتوا شفتوه معايا، اللي بقول لكم ده شبه الجرجير، كنت غاسلاه وخدت الورقه بتاعته بس ما خدتش العيدان، وحطيته في مصفى يتصفى عقبال ما قشرت القلقاس وقطعته. كان السلق ايه اتصفى. كنت طبعا غاسله معاه كزبره برضو خدتها صفيتها، وبعد كده
بعد ما الكزبرة اتصفت حطيتها مع السلق برضو تتصفى. جبت بقى الكبة بتاعتي الجميلة الحلوة دي، ورحت بقى ايه حاطة كده كل شوية سلق مع كزبرة، احطهم يتفرموا ومعاهم شوية توم. عايزة تحطي كمية التوم اول مرة مفيش مشكلة، كده كده السلق لما يجي يستوي على النار هيتقلب في بعضيه، فكمية التوم هتبقى في كمية السلق كلها. اسهل طريقة حطيناه على النار كده في كمية زبدة حلوة. طبعا حطيت مع الزبدة معلقتين زيت عشان الزبدة ما تتحرقش. اول ما حطيته على النار كده وسخن ابتدى ان هو ايه يبك مية. شايفين بقى ميته قد ايه؟ المية دي هتنشف على طول دلوقتي. سيبته على النار على الواطي، قعد براحته حوالي نص ساعة، من ساعة الا ربع، من نص ساعة لساعة الا ربع. بصوا شرب ميته. انا بخليه زي ما انتم شايفين كده طري. اللي تحت دي مش مية، اللي تحت دي الزبدة اللي انا كنت حطاها بعد ما استوى في الزبدة نطرها تاني. بالنسبة يا جماعة للسلق انا مش بحبه يخروش في الحلة، عشان كده بيبقى اتحرق. انا مش عايزاه يبقى مخروش في الحله، لان انا بحب لون السلق لما يستوي مع القلقاس يبقى القلقاس لونه اخضر مش اسود، لكن لما يخروش في الحله كده يبقى السلق ده اتحرق، وهيخلي القلقاس الشوربه بتاعته غامقه، وانا مش بحبها غامقه، انا بحبها خضرا زي ما انتم شايفين كده، هتفضل لونه كده. طبعا عشان ما استهلكش اكياس تانية للسلق، حطيت كل كميه قلقاس فوقيها كميه السلق بتاعتها، وربطت الكيس زي ما انتم شايفين كده. بصوا مفيش اسهل من كده طريقه. بصوا طبعا برضو القلقاس حطيت برضو كمية اكتر من نص كيلو. عمل برضو معايا حوالي 11 او 12 كيس. ده بقية السلق اللي فضل هحطه برضو في كيس. لاني ساعات بجيب قلقاس وبنسى اجيب له سلق، او ساعات ما بجيبش سلق واقول هبقى اجيب بعدين، فيبقى عندي اهو كمية القلقاس وكمية سلق زيادة. هنا بقى كنت برضو عبيت الطماطم كلها، وخدت كمان 3 اكياس بعد ما عبيتهم، وخسرت 3 اكياس فتحتهم تاني وعملت تسبيكة لورق عنب. هخزن برضو ورق عنب تاني. وهنا كانت السبانخ كمان كانت هبطت وسبتها تبرد، وابتديت اعبيها بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. احط برضو كمية مناسبة. بصوا لونها اخضر ازاي، ما استنيتش عليها لما تغمق، يا دوب هبطت اديت لها تقليبة، طفيت عليها بردت، وعبيتها في الاكياس بعد ما بردت بالشكل ده. بصوا كل كمية سبانخ في الكيس مع كمية برضو من المية بتاعتها، لان دي حديد ويعني فيتامينات بتاعتها وكده. ما استنيتش عليها لما تغمق، زي ما انتم شايفين هبطت بس ولونها اخضر اهو حلو. وهنخزنها بالشكل ده. وكده يبقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص، وخزنا كل حاجه معاكم. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.